تقدر تقف على رجل واحدة لمدة 12 سنة من غير ما تتحرك؟ ده انت ما بتستحملش اطلب منك لايك. ديانة التابة الهندوسية واللي بيعتنقوها مجموعة مسميين نفسهم التاباس، عقيدتهم هي التخلي عن الممتلكات المادية، تليفون، سيارة، فلوس، منزل، اي حاجة. واللي بيدخل الديانة دي لازم يعاقب نفسه، ومش اي عقاب، لا 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 عزيزي المستليق، لا، العقاب بيكون عبارة عن دورة مدتها 12 سنة، لا اكتر ولا اقل. منهم اللي بيختار عدم الكلام لمدة 12 سنة، ما بيتكلمش مع اي شخص مهما يحصل. ومنهم اللي بيقف على رجليه بدون ما يتحرك او يمشي لمدة 12 سنة، زي الشاب اللي انتم شايفينه ده واسمه راجل. والده طرده من البيت فقال لك يتبع طائفة التابة ويعاقب نفسه لمدة 12 سنة عشان يمحي كل خطاياه ووالده يرضى عنه. طب لما رجليه بتتعب بيعمل ايه؟ بيرفع رجليه الاتنين وبيريحها على الارجوحة اللي انت شايفها دي، او اي صديق ليه بيدلكها له. وتطبيق اليوم بيضم الالاف من جروبات الواتس في جميع المجالات المختلفة، والرابط في التعليق المثبت.